عادة كده والواحد ماشي كده بيحط ايده في جيبه يلاقوا مثلا فلوس، انا متعود مثلا ممكن الاقي 5 ليره شايلهم، مش عارف 10 ليره، الحاجات دي كلها. وبعد كده جيت احط ايدي بقى في جيبي لقيت ان في حاجه كده مليانه، في لوكشه كده في الموضوع، فقلت ايه ده؟ هو انا حاطط المبلغ ده كله ونسيته في جيبي؟ فقلت ابص كده في جيبي لقيت طلع لي ايه بقى، استنى والله العظيم لو اوريك. بصوا والله طلع لي دي، بصوا المنظر، والله شكلها ان هي تدي رزمه فلوس لما تحط ايدك بس وتحسس على جيبك كده من بره. فانا جات لي فكره جدا في الفيديو عشان كده انا بعمله. ايه هي بقى؟ ان اي حد في اسطنبول ما تطلبوش منه حاجه، والله العظيم ما تطلبوا منه حاجه، ما تفتكروش ان هو مثلا متغرب، والمتغرب ده مثلا بالفكره بتاعتكم ان انتوا تطلبوا منه اي حاجه كانه بيجيب الحاجه ببلاش. يعني اي حد في مصر بيتخيل مثلا ان اي حد عايش بره ده ممكن يجيب الايفون مثلا صباح الخير كده، يجيب ايفون ويروح بعته لمصر هناك، فمثلا ممكن حد في مصر يطلبه غيره. عايز اقول لكم ان الايفون هنا معدي حوالي ال $2000، وبعدين في ضريبه كمان بتدفع عليه. وقلت امبارح كده اقلب كده اشوف لي مثلا كوتشي ولا حاجه، الحاجات معديه ال 11000 وغيره، والحاجات دي كلها في اديداس وغيره. ففكره ان انتوا تقولوا مثلا اللبس في اسطنبول، اصل اللبس في اسطنبول نسمع ان هو رخيص ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، ما بقاش موجود خلاص، انسوا. الاسعار غليت في اسطنبول، في تضخم في اسطنبول، في تضخم في تركيا كلها. فيعني ادعوا لاخواتكم فهم الان يحاسبون ايه، مش هنعرف نحاسب حتى، هنتحاسب يعني.